مساء الفل عليكم. والله انا سمعت التصريح بتاع ياسر جلال اللي هو بيقول ان هو بياخد 10 مليون جنيه في السنة ويا دوبك مكفينه. والناس طبعا اللي زعلت واللي قال لك في ناس مش عارفة تكفي نفسها ب 1000 جنيه في الشهر، وفي ناس بتبات من غير عشاء، وفي ناس مش لاقيه تاكل، وفي ناس بتروح تتسول في الشوارع وي 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 وانت ازاي 10 مليون مش مكفينك؟ وطبعا التريقه اشتغلت والكلام ده. على فكرة هو صح، يعني حتى لو ما عجبكوش الكلام بس هو صح فعلا. هو ممكن بالنسبة للممثلين أو للي هم في نفس المستوى وفي نفس الليفل ده ال10 مليون ما يكفوش. ده في ناس بتاخد بال 300 مليون على فكرة، في ناس بتتعاقد على حاجات ب 300 مليون. هو ممكن بعد الضرايب اللي بيدفعها وبعد ده وبده ياخد مثلا زي ما هو قال كده ممكن 10 مليون، 10 مليون وشويه. وزي ما قال فعلا ما بيطلعش في برامج ولا بيعمل اعلانات ولا اي حاجه من الحاجات دي. فالناس اللي بتقول لك لا 10 مليون ايه ده 10 مليون، انت بالنسبه لدخلك وبالنسبه لعيشتك انت شايف ان ال10 مليون دول كتير. بالنسبه له هو مش كتير، مش كتير خالص. لانه ممكن يكون مثلا مدخل ولاده مدارس انترناشونال، او مدخل كليات غاليه، او يكون مثلا بيدفع ايجار كومباوند، او بياخد بيصيف في الحته الفلانيه، او مثلا واخد على مصاريف خروج ولبس واكل وشرب، وضع مادي معين عايش فيه. مثلا زي ده واحد بياخد 10 مليون، هو مقسم الفلوس بتاعته كده، مقسم الفلوس بتاعته ان انا عندي التزامات اخر الشهر، هدفع للايجار كذا، هدفع للمدارس كذا، هدفع لكليه ابني او بنتي كذا، هعمل ده، بنصرف كذا على الاكل والشرب واللبس. في واحد تاني مثلا دخله في الشهر 10000 جنيه، 10000 جنيه. ال 10000 جنيه دول ممكن يكون مقسمهم ان هو 2000 ايجار، 3000 مثلا اكل، او و2000 دواء و2000 معرفش ايه. هو مقسمها كده. يعني كل واحد، اقصد ان كل واحد في المستوى اللي بيعيش فيه ربنا بيديله على قد اللي هيصرفه، على يعني على قد الدخل بتاعه. ربنا بيجيب لك بيحدد لك التزاماتك، او انت بتكون عندك الالتزامات على قد الدخل اللي داخل لك. يعني انا هصرف كذا علشان انا داخل لي كذا. انا يعني ما عندكش مثلا، ما انت ساكن في كومباوند عشان تدفع ايجار كومباوند، ما عندكش عربيه علشان يبقى تحط لها مثلا بنزين من نوع كذا، او تجيب عربيه غاليه من نوع كذا. لا، انت عندك 10000 جنيه هم متقسمين، او ربنا اداك الدخل ده على قد اللي هتصرفه بالظبط. فعلى فكره انا مش بلومه واقول فعلا هو 10 مليون بالنسبه للناس اللي زيه، او الناس اللي عايشه في نفس المستوى ده ممكن يكونوا شويه خالص.